السلام عليكم. النهارده هقول لك خطوة بخطوة ازاي تقدم على روسيا، من اول ما تبعت ايميل للجامعة لحد ان شاء الله ما تحضر اول محاضرة ليك، مرورا بكل حاجة في النص. فيلا بينا. تستخدمش مكتب. الخطوة الاولى انك ما تستخدمش مكتب. انا قدمت واتقبلت وسافرت وطلعت فيزا، كل ده في خلال شهر وانا معرفش كلمة روسي. ده مش شطارة مني، ولكن الموضوع فعلا بالبساطة دي. فانت هتعمل ايه؟ هتبعت ايميل للجامعة، تستنى الجامعة ترد عليك، وبعد كده تطلع فيزا، وبعد كده تسافر. ما تستخدمش مكتب. لو استخدمت مكتب فده دليل على كسلك ودليل انك عاوز الناس تستغلك، او حصل لك مشكلة، او انت مستعجل، او انت في حاجات مش مجمعها قوي. بس خليك فاكر ان المكتب ما بيعملكش حاجة خارقة، ولو استخدمت مكتب ما تدفعش اكتر من $300. اول حاجة هتختار الجامعة. الفترة الأخيرة المجلس الأعلى للجامعات بقى بينزل قائمة بالجامعات المعتمدة في كل تخصص. في 15 جامعة معتمدين في طب، 15 جامعة معتمدين في هندسة، 15 جامعة معتمدين في أسنان وصيدلة. فلازم تختار جامعة من دول عشان لما ترجع تعادل شهادتك ويبقى معترف بيها في مصر. طيب هتلاقي الجامعات دي ازاي؟ اكتب على جوجل الجامعات المعترف بيها في روسيا سنة 2023 أو 2024 وهيطلع لك الليستة. يطلع لك الليستة، خد اسم كل جامعة اكتبها على جوجل ودور، خش الويب سايت بتاع الجامعة، شوف عنها فيديو يوتيوب، شوف ناس فيها، حاول تتكلم معاهم واعرف الجامعة عاملة ايه. هل الجامعة كويسة؟ هل الجامعة وحشة؟ هل الجامعة سهلة؟ هل الجامعة صعبة؟ واحنا هنختار الجامعة الصعبة. لو عايز تعرف ليه شوف الفيديو ده. بعد ما تختار الجامعة وخلاص استقريت عليها، خش على الويب سايت بتاع الجامعة وهات الايميل بتاعها وبعت لهم ايميل: انا اسمي كذا كذا، انا متخرج سنة كذا، انا معايا شهادة الثانوية وعاوز اقدم عندكم في الجامعة. هتسألهم أنا عاوز أقدم تحضيري أو عاوز أقدم على سنة أولى على طول، على حسب أنت عاوز تدرس روسي أو إنجليزي. هيبعتولك إيميل هيقولك إحنا مطلوب منك الحاجات دي كلها. غالبا الحاجات اللي مطلوبة منك دي هتكون الباسبور بتاعك، شهادة الثانوية. ولما هتبعت لهم الحاجات دي هيبعتولك الدعوة، وبعدين هتكمل الخطوات زي ما يقولك عليها بالظبط. وزي ما قلت لك الموضوع بسيط جدا وكمان سريع جدا. لما تبعت لهم الحاجات اللي هم طالبينها منك دي في خلال 10-15 يوم هيبعتوا لك دعوة وخطاب قبول مبدئي. الجامعة دي زي ما قلنا هتبقى صعبة، فهيبقى فيها حاجة اسمها امتحان قبول. القبول المبدئي ده انت بتروح بيه هو والدعوة للسفارة عشان تطلع فيزا. وكمان بتروح البعثات، مكتب البعثات. مكتب البعثات ده فايدته في ايه؟ فايدته بانه بيبقى عارف انك بتدرس برا مصر من خلال جامعة معتمدة، وكمان بيساعدك انك تطلع تصريح سفر لما تخرج من البلد ده عشان الجيش. كمان بيديك تأجيل لو انت عندك اخوات ولاد. فمركز البعثات ده مهم جدا لمعادلة شهادتك وانك يبقى ورقك سليم من ناحية الجيش. الفيزا في الأغلب بتطلع من 3 ل 6 أيام، فأنت هتاخد الفيزا بسرعة. غالبا الورق اللي مطلوب في الفيزا بيبقى تحليل HIV الإيدز، وممكن تحليل فيروس سي. هتعملهم في أي معمل البرج المختبر، وهتروح للسفارة هتديهم الورق بتاعك بما فيه جواز السفر، التحليل، والدعوة اللي الجامعة بعتها لك. وما بيطلبوش تأمين مادي زي أغلبية السفارات بتاعت الدول الأوروبية، ولكن لو في مثلا حساب بنكي باسم حد من عيلتك، والدك أو والدتك، أو عقد أرض أو كده، خده، مش هيضر معاك في حاجة. طيب انت دلوقتي طلعت الفيزا وخلصت مكتب البعثات، تكلم الجامعة: انا جاي يوم كذا كذا، عاوز حد يجي ياخدني من المطار. في بيزنس مشهور هنا في روسيا ان الناس بتروح بس تجيب ناس من المطار وتاخد منها فلوس. انا لما جيت كلمت الجامعة قلت لهم انا هاجي يوم كذا كذا وعاوز حد يجي ياخدني. قالوا لي ماشي هنيجي ناخدك، وجم خدوني من مطار موسكو لحد ريزان المدينة اللي انا عايش فيها. هو الطريق 3-4 ساعات بالعربية. فالجامعات في الأغلب عاوزة تساعدك، بس انت اديهم فرصة انهم يساعدوك، ما تمشيش من دماغك وتروح تدور انك تصرف فلوس على الفاضي. لو الجامعة بتاعتك طلعوا ولادات الأصل وما جوش ياخدوك، المواصلات سهلة جدا في موسكو، أسهل من مصر، والله مش بأفور. في الأول غالبا هتلاقي في حاجات إنجليش كتير. جوجل مابس واضح أكتر في روسيا، وفي حاجة اسمها ياندكس مابس. هسيب لك الابليكيشن في الديسكريبشن. لو هتنزل انت أول ما هتنزل المطار هتعرف انت عندك المدينة دي بعيدة ولا قريبة. بعيدة هتبقى محتاج قطر أو طيارة، قريبة هتبقى محتاج باص، أو لو انت في موسكو هتبقى محتاج مترو بس. فانت أول ما تنزل موسكو هتحط المكان اللي انت عاوز تروحه. طيب هتجيب نت منين؟ المطار فيه نت، سبحان الله، حاجة جديدة جاية علينا كمصريين، المطار فيه نت. طيب لما تخرج من المطار في أماكن زي الفيندنج ماشينز كده، بتدخل الرقم وبتروح تعمل بالكارت أو بالفلوس. طيب هتجيب الفلوس منين؟ هتروح تغير في مكتب صرافة في المطار،
وحاول تغير ماكسيمم $100 بس، ما تغيرش اكتر من كده لان الصرف في المطار بيكون قليل. فهتجيب الخط من الفندنج ماشين دي، الموضوع سهل وانت مش محتاج تتكلم مع حد، وهتحط الخط وهتاكتيفيته، وهيبقوا غالبا مدين لك يومين 3 نت. فهتحط المدينة بتاعتك او العنوان اللي انت رايحه، وهيديك بالظبط انت محتاج تعمل ايه. هتركب باص، بعدين هتركب مترو، بعدين هتنزل المترو تروح كذا وكذا وكذا. حاجة كمان جميلة في المترو بتاع موسكو، ان المترو بتاع موسكو واضح جدا، ما بيتوهش خالص. يعني انا كنت بفضل اتوه في المترو بتاع مصر، المترو بتاع موسكو ما توهتش فيه ولا مرة، عشان واضح وصريح ومتنظم كويس، والعلامات بتوديك في الحتة اللي انت المفروض تروحها فعلا. هتوصل الجامعة هينزل عليك الخفافيش. هم خفافيش. الخفافيش دي هم ناس بيصطادوا الناس اللي لسه جاية، وبيبقوا عاوزين يساعدوهم عشان يطلعوا منهم فلوس، يساعدوهم عشان هم فعلا طيبين وعايزين يساعدوا الناس، او يساعدوهم عشان هم شيخ العرب وعمدة المدينة. فأيا كان النوع اللي انت هتقابله تعامل معاه بحذر، وخد منه المعلومات اللي انت هتقدر تاخدها منه، وما تديلوش اي حاجة في المقابل، لا فلوس ولا احترام زايد عن اللزوم. اديله احترامه العادي الطبيعي، لان هو انسان وانت انسان، وانت محترم فبتعامل الناس كلها باحترام، ولكن ما تنجرفش في اللي الشخص ده هيوديك فيه. دور على حد في الجامعة يكون بيتكلم انجليزي كويس، والزق له انا عاوز اعمل كذا كذا كذا، قول لي انا محتاج اعمل ايه، وافهم كل حاجة من الشخص ده اللي يكون شغال في الجامعة. شغال في الجامعة، مش بيقول لك انا شغال مع الجامعة، او انا مكتب تبع الجامعة، او انا مسؤول عن العرب اللي في الجامعة او المصريين اللي في الجامعة. لا، كلم حد في الجامعة يكون شغال في الجامعة هو اللي يساعدك بس. والموضوع زي ما قلت لك بالبساطة دي، انت من اول ما هتقرر انك هتسافر روسيا لحد ما هتبقى في روسيا وبتاخد اول محاضرة، الموضوع مش هياخد منك اكتر من شهر، شهر ونص. ولكن خليك مركز، وخليك عارف بتاخد المعلومات منين، وكلم الناس الصح. وزي ما قلت لك متكلمش مكاتب الا لو انت كسول وعاوز الناس تضحك عليك. لو حد عنده اي اسئلة انا موجود في الكومنتات. ده كان كل اللي عندي، اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام عليكم.